وافقتي ولا كنتي ضد قانون الضريبه قيمه الضريبه المضافه؟ اولا اهلا بيكي انجي واهلا بالساده النواب. واولا انا طبعا مع القانون، ولكن ليها بعض التحفظات الشديده عليه في بعض التغيرات، وخاصه النسبه الخاصه بال 14%. انا كنت اتمنى ان هي تبقى 12% فقط مش 13 كمان. نعم. لكن اسمحي لي اعقب على سياده النائب قالوا. انا مش عارفه مين اللي كان عامل المداخله من شويه. انا سياده النائب حاتم عبد الحميد عضو مجلس النواب، ومعانا دلوقتي ايضا النائب احمد الشرقاوي. خليني اعقب بشكل بين المنطق والواقع. ما يقوله سياده النائب هو عاري تماما من الصحه. ما يقوله سياده النائب الان واللي انا بسمعه من خلال التليفون، حقيقه انا بره فمش شايفه تلفزيون لان انا لسه في الطريق، لكن قصدك بتوجهي كلامك لسياده النائب احمد الشرقاوي عضو تكتل 2530. حقيقي سياده النائب بيقول ان الفقير هو من يستهلك كل في الخدمات في الاستهلاك. نعم. الفقير يستهلك ال1000 جنيه اللي بيتكلم عنها سياده النائب في الاشياء الضروريه، والغني هو من يقوم بالاستهلاك في الاشياء الغير ضروريه على الاطلاق. الفقير بيستهلك كل مرتبه ال1000 جنيه اللي هو بيمثلها سياده النائب في الحاجات الضروريه والماسه والملحه جدا في حياته. وهذه الاشياء الملحه لو سياده النائب خد من وقته 10 دقائق وقرا لسته الاشياء اللي تم اعفائها من قانون القيمه المضافه، هيعرف ان كل من هو ضروري في الحياه الاسريه المصريه هو معفى مطلق تماما عن الضريبه، معفى من الضريبه. لكن ما يقوله سياده النائب لدغدغه عواطف ومشاعر المواطن المصري هذا استهلاك لعواطف المواطن المصري، وحقيقه تاثير سلبي بشكل غير طبيعي. طبعا انا مع احترامي التكتل 2530، انا بحترمهم وبقدرهم وبجلهم جدا، وانا كنت ضد جدا ان هم يتم احالتهم النهارده للجنه القيم. يعني حضرتك عندك المعلومه انهم تمت احالتهم للجنه القيم؟ فعلا انا كنت موجوده في الجلسه، ورئيس النهارده الدكتور علي عبد العال قال ان تصويت لتحويلهم للجنه القيم، اذا يتم تحويلهم، وانا كنت داخله الجلسه. للاسف انا ضد هذا الموضوع اطلاقا. حضرتك بتقولي ان تكتل 2530 ليهم تاثير سلبي؟ معلش انا اسفه انجي مره ثانيه بتقولي ايه حضرتك؟ عشان بس اتاكد ان انا سمعت صح. هل حضرتك بتقولي ان تكتل 2530 لهم تاثير سلبي؟ على ماذا؟ بالكلام بدغدغه عواطف المواطنين والبشر. لازم يوضحوا للمواطن المصري نحن اقسمنا على ان احنا نقول بمنتهى للحق. لازم يوضحوا للمواطن المصري بمنطقيه ماذا يحدث من هذه تمام. وصل فكره حضرتك. خليكي معايا يا دكتوره هاله.